اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وارحم أمي واغفر لها واسكنها في سيح جناته يا رب العالمين. صباح الخير على أهل الخير، يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى في فيديو جديد هنخرج ونتفسح ونتبسط ونشوف مناظر طبيعية ونشوف حاجات كده، يعني ايه ترد الروح، الهواء والماء والوجه الحسن زي ما بيقولوا. هنا بقى أنا كنت مسافرة المنصورة عشان خلاص بقى الاجازه خلصت، قلت اروح اقضي يومين هناك واتبسط بقى وكده. مش عاوزه اقول لكم قلبي بيرفرف كده، ما احنا العربيه طبعا الطرق اتغيرت بقى وبقت اسرع وبقت احسن. في دخلة البلد كده بتاعتنا، هي بلد يعني جنب المنصورة، في دخلة البلد بقى بتاعتنا كده طبعا المقابر ببقى يعني عارفة، انتوا عارفين احساس كل واحدة كده وهي رايحة لمامتها، ربنا يا رب يطول في عمرهم ويخليها لكم يعني. بس انا دي كأني زيارة لماما، يعني اللي هو انا طالعة جري عشان ازور ماما. هي بعيدة عني شوية وبزورها كل فترة، بس كأني فعلا رايحة لها. بروح بقى وبقرا لها قرآن وبقعد احكي لها بقى عن كل حاجة، واوريها ولادي كبروا قد ايه وقلت لها بنتي اللي هي في الابتدائي دي نجحت، وبصي يا ماما ابني بقى عامل ازاي. هي ما شافتش ابني الصغير، شافت البنات ما شافتش ابني الصغير. وبحس ان هي معايا، يعني انا بحس ان انا متونسة بيها. يعني انا قعدت هناك في البلد 4 ايام، كل يوم كنت بروح لها. بعد ما خلصنا بقى طلعنا على البيت، وابتديت بقى ان انا انضفه واظبطه كده عشان نعرف نقعد فيه الفترة اللي احنا هنقعدها. وبعد كده رحنا بقى عند اهلنا وبقينا نزور ده وده وده. طبعا كل دول قرايب ماما، وانا اي حد من ريحة ماما انا بحب اودي. هي كانت بتعمل كده وهي عايشة، وانا بعمل بعد ما ماتت. هنا بقى انا مشلتش الصوت، حبيت اسمعكم كده، احنا بنصحى الصبح بدري. هي دي بقى الاصوات اللي احنا بنسمعها، الهوا بقى والهوا النقي كده، وصوت الجرار طبعا ده في الغيط، او صوت المكنه بتاعه الميه. شايفين الزرع يعني، المنظر لوحده كده يشبعك ان انتي قاعده في مكان حلو وخضره حواليكي من كل ناحيه. بصوا ده الكرنب. هما في البلد زارعين كذا صنف كده، كرنب وخس، وفي دلوقتي اللي مزروع القمح، وفي فول حراتي اهو. من منبعه بقى، يعني من المكان بتاعه من على الشجرة، احنا بنشوفه في السوق وكده. بس طبعا اللي جوه الزرع ده طعم تاني خالص غير الحاجات اللي احنا بنشتريها من السوق. شايفين الكرنب عامل ازاي؟ ده كرنب صغير شوية، كان لسه يعني. وكان في ايه تاني، وكان في البصل. بس اغلب الارض مزروع قمح. هما بيزرعوا مرتين، مرة بيزرعوا قمح ومرة بيزرعوا رز. ده الزرع الاساسي اللي في الارض. بياخدوا مثلا نص قراط ربع قراط، يزرعوا بقى الحاجات اللي هم محتاجينها في البيت. يعني زارعين مثلا ده بصل، لو يعني هتشوفوا دلوقتي انا بشيل، ممكن ناخده كده وناكله بصل اخضر. لو اتساب في الارض بيبقى البصل اللي هو الكبير اللي احنا بنشتريه من السوق عشان نخرطه، ده بتاع الطبيخ. زارعين ايه تاني، زارعين برضو صف كده فول حراتي، حاجات للاكل والاستخدام البيت. ولو الحاجة زادت عليهم بيبيعوها، بس هو الأساسي لحاجة البيت. وزارعين خس، والكرنب ده برضو قطعة صغيرة كده. بصراحة قضينا يعني 4 أيام، أحلى 4 أيام قضيتهم. بداية ان انا زرت ماما، وبعد كده صحينا بدري وان احنا نروح نجيب طعمية سخنة الصبح ونفطر. صحيان الساعة 7 دي متعة لوحدها. ونطلع على الغيط نشم هوا ونتفسح ونقعد في الزرع وفي الخضرة، وبعد كده نرجع نتغدى. وبالليل نشغل بقى نولع في الخشب كده عشان يدفينا. وبعد ما الخشب يهدى خالص نبتدي بقى نحط عليه البراد اللي هو الصاج ده، ونعمل احلى كوبايه شاي تشربوها من اللي هو على الفحم ده. وده كان اخر يوم بقى ودعنا بيها الغيط، وبعد كده جهزنا حاجتنا وروحنا، وباي باي.